السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. معاكم سماح عمار من مطبخ اكلات شهية، والنهاردة هنعمل الدبابيس بتاعتنا. هنعملها بالخضار، مشوية في الكيس الحراري بالخضار بطريقة حلوة وان شاء الله، وتتبيلة حلوة هتعجبكم. خليكم معايا. الاول معانا بطاطسيتين كده او 3 بطاطسيات متقطعين صغير، معلش انا بصور بايد واحده. ومعايا كمان كوسه متقطعه زي ما انتم شايفين كده عريض، يعني تحاولي تقطعيها تخينه شويه عشان تستحمل السوا. هنحطها برضو. كده معايا حبايتين طماطم، لان انا مش عايزاها تبقى حمرا، مش عايزه الخضار يبقى احمر ولا الفراخ تبقى حمرا، فيعني قطعت قطعتين بس كده، حبايتين من الطماطم بس. معايا هنا بصلتين مفرومين، وحوالي 6 فصوص ثوم هرستهم، و4 أو 5 حبات من القرنفل، وطبعا التوابل بتاعتنا هنحط كله كده على بعضه. حبايبي انا رجعت لكم تاني اهو بعد ما حطيت التوابل على الخضار. حطيت معلقه من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، ربع معلقه من الكمون، ونص معلقه من الكركم، ونص معلقه كمان من القرفه، وربع معلقه حبهان مطحون. تمام. هنقلب بقى ده كله في بعضه ونحطه في الكيس الحراري، ونحط عليه الدبابيس ونشوف هنعمل ايه. بصوا بقى حبايبي، انا حطيت هنا اهو في الخضار في قلب الكيس بعد ما قلبته بالتوابل بتاعه كلها، وحطيته في قلب الكيس الحراري. الدبابيس بتاعتنا برضو اتبلت بنفس التوابل، بصل وتوم وبقيه التوابل اللي احنا حطيناها على الخضار، هي نفس الخضار حطينا منها هيها على الدبابيس. هنبتدي بقى نحطهم كده على الخضار ونشوف هنعمل ايه. اهو حبايبي حاطين الدبابيس، حطيتها اهو بعد ما اتبلت، حطيتها كده على وش الخضار. هبتدي بقى احط شويه كده صغيرين او رشه من الزيت. معلش انا مش طايله اعمل عشان ماسكه التليفون بالايد الثانيه، بس هنرش عليهم على وشهم كده شويه من الزيت. ماشي. ونقفل الكيس ونحطه. هوريكم هنعمل ايه. حطيت الزيت عليها، هحط كمان رشه من الصويا صوص على وش الفراخ الدبابيس. ايوه كده بس. بصوا حبايبي انا حطيتها هنا كل حاجه، وربطت الكيس بالقفل بتاعه، قفلت الكيس بالقفل بتاعه، وحطيت زي ما انتم شايفين كده ميه. بصوا الميه اهي صينيه، مش عارفه باينه قدامكم ولا لا، اهي عشان التسويه ما بحطش ميه في الكيس، الميه بتتحط في قلب الصينيه نفسها اهي، شايفين؟ بحطها في الصينيه نفسها عشان يطلع الخضار مشوي مع الفراخ. هحطها بقى في فرن درجه حرارته 200 لمده نص ساعه او ساعه الا ربع، برضو هنتابع معاها لغايه ما تستوي، وان شاء الله نرجع نشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم حبايبي اهو بعد ما طلعتها من الفرن. شايفين عامله ازاي؟ دي الميه اللي انتوا شايفينها دي اللي نزلت من الخضار، انا ما حطيتلهاش ميه زي ما انتوا شايفين، زي ما وريتكم في الاول. الميه دي نازله من الخضار. نغرفها بقى وارجع لكم تاني. بصوا بقى شكلها عامل ازاي بعد ما غرفناها، والصوص بتاعها اللي نازل منها كمان. بصوا ان شاء الله تحفه، والله العظيم تحفه، وريحتها جابت لاخر الدنيا. ان شاء الله تدوقوها وتعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. دمتم سالمين وربنا يحسن من ايديكم.